السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اخباركم مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي مع سليمه. فيديو جديد ووصفه جديده، وصفه ناجحه كيف ما تعودتوا عليا دائما. اكيد كنا كنقلبوا على الريحه الزوينه تكون فينا ريحه النقاوه اللي داز من حدانا، يقول يا سلام على الريحه شحال زوينه، يا سلام على ريحه النقاوه اللي خارجه من السيده. كنقلبوا على ريحه النقاوه، ماشي كثره البارفانات كما كنقولوا الريحه العكر على الخنونه الريحه وانت ريحه السنان وريحه العرق فيك حالتك. لا، راه واخا تعيا يدير في البارفانات الا ما كنتيش نقيه راه ما غادي تشد فيك لا ريحه لا والو، ديما غتبقى تشم فيك ديك الريحه الخايبه. اليوم جبت لكم واحد المخمريه غزاله رائعه كتخلي واحد الريحه في الجسم يا سلام، ونتحداكم انها كتبقى اسبوع من الدوش حتى للدوش لمده اسبوع كتبقى شاده فيك ديك الريحه. ما نعاودش لكم عرفتي كنهضر معاكم وغير في العقل الباطن ديالي كنتخيل ديك الريحه يا سلام. المهم هذه المخمريه الفائده ديالها الاخرى انها كترطب البشره وكذلك كتخلي واحد اللمعه غزاله. اللي شافك يقول شاد الرطوبه هذه، شاد اللمعان في هذه البشره عندك. وبالاضافه كما قلت لكم الرائحه الطيبه المنعشه، ريحه النقاوه اللي كتولي كتفحفح منك. وحاجه اخرى اللي زوين في هذه المخمريه اللي غنعطيكم اليوم انها صالحه للجسم وصالحه حتى للشعر. خليكم معايا حتى نهايه الفيديو باش نتعرفوا على المكونات ديال هذه المخمريه اللي ساهلين بساطين ومتوفرين في اي بلاصه، وبالاضافه لطريقه التحضير ديالها اللي حتى هي بسيطه وطريقه الاستعمال ديالها. خليكم معايا حتى نهايه الفيديو. دائما ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه، اللي باقي مشتركش يشترك معايا في القناه وفعلوا داك الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تخليوا لي شي لايك زوين وشي تعليق زوين افحالكم. خليكم معايا. على بركه الله غادي ناخذ اول مكون هو المسك. شوفوا شي مسك اللي يكون مزيان، خذوا من عند شي واحد يكون مزيان. غناخذ تقريبا قد هذا المكعب هذا وغادي نحكوه مزيان في الحكاكه، يعني نبشروه جيدا. انا عندي ديجا كنت حكاه، ها هو معاه كنستعملوه بزاف د الوصفات. كناخذ منه هنايا 2 معالق صغار، يعني مقياس ملعقه واحده كبيره صافي. اذا المسك شوفوا شي مسك يكون زوين والريحه ديالو زوينه باش تعطيكم ديك الريحه اللي حنا كنقلبوا عليها صافي. وخذوه وحكوه، خذوا منه معلقه كبيره. المكون الثاني هو الفازلين. خذوا هذا الفازلين هذا الزرق اللي بدون اي رائحه لان يكفي الروائح الاخرى اللي غادي نديرو، وخذوه يكون طبي يعني يكون اوريجينال 100% باش ما يضرش لينا البشره ديالنا ويعطينا ديك الرطوبه اللي كنقلبوا عليها صافي. غناخذوا منه حتى هو 2 معالق صغار، يعني القياس ديال ملعقه واحده كبيره. بالاضافه للمكون الاخر اللي غادي نضيفه اللي هو الجليسيرين، زيت الجليسيرين. شوفوا تا هو زيت الجليسيرين اللي يكون طبيعي بيو هو اللي غادي نستعمله. لا ما عندكم زيت الجليسيرين باش ممكن تعوضوه بزيت جونسون، زيت الاطفال جونسون صافي. هادو 2 اللي ممكن تخدموا بهم، اما زيت الجليسيرين او زيت الاطفال جونسون اللي بغيتو. انا كيعجبني في هذه الوصفه بالضبط ندير زيت الجليسيرين لانه كيعاود حتى هو كيعطي واحد الرطوبه واحد الترطيب عميق للبشره ديالنا. داكشي علاش كيعجبني نستعملو. ما عندكمش استعملوا زيت جونسون، حتى هو فيه ريحه زوينه وحتى هو كيعطي ترطيب زوين. تفهمنا؟ خديت منه حتى هو 2 معالق صغار صافي. هادشي كامل غنوضعوه في حمام مائي، يعني كندير واحد الاناء لتحت فيه الماء سخون وعاد كنحط فوقه هذا الاناء الاخر اللي فيه هاد المكونات، وكنبقى نحرك حتى كيذوب داك الفازلين مزيان وكتنسجم ليا ديك العناصر كامله مع بعضياتها وانا كنحرك مره. وغي دابا راه كتبدا تعطي واحد الرويحه ما نعاودش ليكم. البلاصه اللي كتوجدوا فيها هاد الخلطه هذه كتولي الريحه ديالها زوينه صافي. هانتوما شفتوا من بعد ما داب بهذا الشكل هذا صافي حتى كيذوب كنحيدوه من داك الماء وغادي عاد نبدا نضيف دابا واحد المكونات اخرى. هنا غنضيف مرطب الجسم. اي مرطب عندكم نتوما كتستعملوا، ممكن تستعملوا هذا الكريم الجليسوليد او تستعملوا اي مرطب نتوما كيعجبكم ريحته كيعجبكم الترطيب ديالو اللي عجبكم. انا بالنسبه لي هذا كيعجبني الصراحه، ديك النسمه ديال الفاني ديال الحلوه كيعجبني بزاف. نتوما كما قلت لكم خذوا المرطب اللي كترتاحوا ليه واللي كيعجبكم واللي كتستعملوه خذوه. هو غتقولوا لي راه هو كافي مرطب، ولكن لا، مع هذه الوصفه هذا كيزيد الترطيب وكما قلت لكم الرائحه كيركز لينا الرائحه
واللي كتبقى شاده لينا المده ديال اسبوع في الجسم ديالنا، كيبقى الجسم رطيطب وكتبقى الريحه يا سلام. خدينا منه حتى 2 معالق صغار، يعني بمعدل ملعقه واحده كبيره مملوءه، وكنخلطها مع هاد العناصر. هاد المرطب ما نضيفوه حتى نحيدوه من فوق الماء سخون صافي. واخر مكون غنزيدو هو اي زيت اساس كتعجبكم الريحه ديالو. نتوما هنا كيبقى لكم الاختيار، الزيت الاساس اللي كيعجبكم خذوا، الريحه ديالو اللي كتعجبكم هي اللي تستعملوا. ديروا منه غير نصف ملعقه كافيه، نصف معلقه صغيره كافي صافي صافي. وكنحركوا كل شيء. وها الخليط ديالنا دابا واجد، او المخمريه ديالنا واجده. غادي نديروها في واحد القرعه اللي تكون معقمه ديال الزاج بطبيعه الحال، نكونوا غاسلينها ومنشفينها مزيان من الماء، ما فيها حتى قطره الماء باش ما يخسرش لينا. هنا راه ممكن تضاعفوا الكميه، لان انا غادي نقول لكم شحال غادي تصبر معنا هذه المخمريه، يعني الا بغيتوا تضاعفوا الكميه ضاعفوها ماشي مشكل صافي. غنديروا في هذه القريعه وغنسدوا عليها، واجي نوريكم دابا الطريقه ديال الاستعمال ديالها. المخمريه ديالنا هي هذه، كيف ما شفتوا حنا وجدناها مع بعضياتنا. عرفتوا هذه ممكن تبقى معكم مده 3 شهور، ما كتخسر ما والو، 3 اشهر. شوف هي عقادت وشدت راسها ولات غزاله. اما الريحه ما نعاودش لكم، يا سلام، ريحه النقاوه طالعه منكم، ريحه النقاوه بهذا المعنى. يعني ما محتاجينش فين ما تبغيو تخرجوا ترشوا، فين ما تبغيو تخرجوا للبارفانات والديودورونات وباغيين غير تهناو من ديك الريحه وحالتكم، هذه غتهنيكم، غتخلي فيكم ديما ديك الريحه الغزاله ديال اللي دزتي من حداه او جلستي حداه كيقول يا سلام هاد السيده شحال نقيقيه. شحال نقيقيه، ماشي ريحتها شحال زوينه، شحال نقيقيه، لان كتحس بالريحه النقاوه طالعه منك. المهم طريقه الاستعمال ديالها شنو هي؟ من بعد ما كتاخدي الشاور ديالك، الدوش ديالك، كدوشي نعمه لاله وكتسالي وكتخرجي كتنشفي الجسم ديالك، وكتاخدي من هاد المخمريه هذه بهذا الشكل هذا وكتطبقيها على كامل الجسم ديالك باستثناء. كتطبقها بهذا الشكل هذا. شوف 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 شوفوا اللمعه اللي كتعطي، شوفوا اما الريحه ما نعاودش لكم، واو على الريحه والله العظيم. غير جربوها والله ما غتندم. عرفتي شنو نقول لكم؟ خطيره خطيره خطيره. نتوما براسكم غير يعجبكم راسكم بلا ما نهضر على الاخر. الله اللي داز من حداكم غيقول الله يرحم الوالدين، ماشي الله يخلع سلعه على ريحه. غزاله. شوف بالاضافه كما قلت لكم اللمعه. اما الرطوبه ما نعاودش لكم، واحد الرطوبه كيولي الجسم ديالكم بحال ديال لي بيبي. كما قلت لكم كتطبقوا على الجسم كامل باستثناء تحت الابطين والمنطقه الحساسه ما نديروهاش ليها، فهمنا؟ نديروها للجسم كامل من هنا بداو نتوما هابطين حتى لتحت. وبالاضافه لحاجه اخرى انكم ممكن تاخذوا منها واحد شويه وديروه حتى على الشعر ديالكم. ما نعاودش لكم واحد الريحه بالنسبه للناس اللي كيعريو الشعر ديالهم وكيطلقوه، عرفتوا ما تحركي غتعطي ديك الريحه، كيخلي واحد الريحه غزاله، يعني صالحه للجسم وصالحه للشعر. شوفوا اللمعه اللي كتخلي هنايا، صالحه للجسم كما قلت لكم وصالحه للشعر، كتخلي ريحه غزاله بزاف. بالنسبه لتحت الابطين راه سبق لي حاطه وصفات ديال تحت الابطين اللي غزالين وما فيهمش اضرار ورائعين. يعني هذه حاولوا ديروها غير في الجسم كامل وتفادوا تحت الابطين، لان تحت الابطين كما قلت لكم انا هذه غتبقى لكم اسبوع شاده لكم في الجسم ديالكم. الا بغيتو اسبوع تبقى اسبوع ما كاينش مشكل، ولكن الا درتيها تحت الابطين خاصك كل ليله تغسلي وتعاوديها لغد ليه، كل ليله تغسلي وتعاوديها لغد ليه، لان ما يمكنش غنديرو غنسدوا المسام وغنخليهم تما مسدودين ونقولوا اسبوع ما غنغسلوش، راه ما يمكنش. تحت الابطين بالضبط عنده استعمال خاص باش ما ينوضوش لينا دوك اللوليسيسات ويتسبوا لينا في شي امراض وفي شي مشكل. راه ديما كنقول لكم راه الوصفات اللي حطيت لكم ديال تبييض الابطين وازاله الرائحه من تحت الابطين وهذا راه دائما كنوريكم الطريقه كيفاش تستعملوا الاشياء اللي غنستعملوها تحت الابطين، كتكون استعمال خاص صافي. اما هذه باش تبقى لكم اسبوع كامل، يعني بالنسبه للناس اللي ما كاين بعض الناس اللي كيدوشوا مره في الاسبوع، يعني ما هذه غتبقى شاده لهم. اما اللي كيدوشوا يوميا راه ما نعاودش لكم، راه كل نهار غتعاوديها غتحسي براسك يا سلام طايره. صافي. اذا نتمنى الوصفه تكون يعني نالت الاعجاب ديالكم وتكون سهله وفي المتناول وتطبقوها وترجعوا عندي هنايا وتعطوني الراي ديالكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.